يلا بينا نحكي. خدنا في الفيزياء زمان لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. رد الفعل بيزعلنا من ناس كتير جدا وبيزعل ناس كتير مننا ويقولوا لنا ايه ده، رد فعلكم كان مبالغ فيه كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجة لده كله، احنا ما قلناش حاجة لده كله. بننسى ان رد الفعل هو نتيجة طبيعية للفعل. مش ممكن يكون فعلك معايا بمنتهى القسوة ومنتهى النقد ومنتهى التجريح ويكون فعلي معاك مش مساوي للي حصل لي. احنا بشر، احنا مش ملايكة. لكل واحد فينا طاقة، ولكل واحد فينا قدرة على الاحتمال وقدرة على استيعاب الآخر. لما قدرته بتخلص ما بيقدرش ان هو يتحمل بعدها، وبيبقى رد فعله اللي مزعلني قوي ده، وبنسى خالص انا عملت ايه. رد الفعل مش دايما بيكون على الموقف الأخير، ساعات كتير قوي بيبقى رد الفعل نتيجة مواقف كتير حصلت. مواقف أنا سكت فيها، ما اتكلمتش، ما خدتش موقف، اتحملت لأني باقي على الشخص ده أو باقي على الشغل أو باقي على العلاقة، أو وقتها كان عندي المقدرة إني أتحمل. لما تشوف رد فعلي مبالغ فيه، استنى شوية وفكر كده في تاريخ فعلك معايا، مش بس فعل آخر موقف، هتلاقي مساوي جدا للفعل. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.